السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالبداية صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. غضب كريستيانو رونالدو بعد نهاية الشوط الثاني، بعد نهاية المباراة مع الغاتسية، وحسرة كريستيانو وغضبه طبعا من الخسارة أمام الغاتسية اليوم في 3 أهداف مقابل هدف. مباراة طبعا كريستيانو رونالدو كان متأمل انه يفوز في هذه المباراة، وانا صراحة اول ما دخل المباراة كنت متوقع على النتيجة انه راح يفوز النصر، لكنه كنت متوقع بالطرف الثاني انه القادسية داخل على هذه المباراة عنده اصرار وعنده عزيمة. اما كريستيانو رونالدو فتشوف يحاول الزلمة بكل ما عنده، عم يقدم كرة بالعارضة، يدخل يراوغ، لكن تحس لاعبين النصر ما عندهم انه اليوم إرادة حتى الفوز. وانت شاهد حتى من المباراة، طبعا انا اتكلم وجمهور النصر عم يسمعني وعمال يشاهد ايش عم اتكلم، فاني سبحان الله ما احب اني انتقد احد او اتكلم، لكنه انا وقت اقول لك النصر عنده يمتلك لاعبين ونخبه، يعني يمتلك لاعبين على مستوى عالي، وايضا يعني ما اقلل من مستوى الاهلي او مستوى الهلال، او لكنه اقول لك اني اتكلم عن المباراه وظروف وايش صار في المباراه انه النصر مو رايد يفوز في هذه المباراه، ليس ما يريد يفوز، لكنه ما عنده يعني روح للفوز مثل القادسيه الذي دخل المباراه، ويعني حتى من النتيجه عرفانين انه نتيجه قاسيه على النصر اليوم. جنون كريستيانو رونالدو انفعال رونالدو في ارضيه الملعب. على كل حال انتهت المباراه وانتهت ال3 نقاط يا رونالدو، والهلال يقترب. وشنو شعور يعني لاعبين النصر بعد هذه المباراه يعني، وجمهور النصر تحياتي لكم وجزاكم الله الخير، واستودعكم بامان الله.